ليلة مخيفة ما زلت أحاول أتجاهل ذكرياتها من سنوات طويلة، واللي تمر قدامي وكأنها حصلت امبارح بتفاصيلها الغريبة وأحداثها الأكثر من مرعبة، ولحد دلوقتي بحاول أشتت فكري عنها، وللأسف يعيد الشريط نفسه وأرجع أعيش الخوف والقشعريرة اللي حسيت بيه وقتها ولحد دلوقتي وبشكل مضاعف. كانت البداية لما اتصل علي صديق الحياة الوحيد وطلب مني انه نطلع مع بعض نغير جو بعيد كل البعد عن جو الدراسة المعتاد، وبحكم انه يومها صادف يوم جمعة ويعتبر اجازة رسمية لجميع المواطنين عندنا بمختلف المحافظات، وافقت مباشرة بدون تفكير لاني كنت محتاج الراحة اللي استجمع فيها شتات عقلي على اني ارجع يوم السبت واكمل من المكان اللي وقفت فيه. كلها كام ساعة واتصل علي صاحبي علشان يبلغني بموعد وصوله قدام بيتي. أخدت أغراضي وحاجاتي ونزلت بسرعة علشان ما تأخرش عليه، وطلعنا بعربيته بدون وجهة معينة، وطول الطريق ما زلنا نخطط على مكان نروح له. كانت وجهات نظرنا مختلفة كالعادة لحد ما اتفقنا اننا نروح لواحد من الكافيهات الجديدة اللي عندنا في الحي، وبحجة ان حب شرب القهوة هي الحاجة الوحيدة المشتركة ما بيني وبين صاحبي مهند. دقايق وكنا قدام المحل، نزلت من العربية ودخلنا جوا الكافي، ومن سوء الحظ المكان كان زحمة فاضطرينا ننتظر تقريبا 10 دقايق على امل يفضلنا مكان علشان نقعد فيه، لحد ما تكلم مهند وطلب مني ان نطلع برا بعيد عن الناس والزحمة، وكمان لحد ما يبلغنا الموظف انه في مكان فضيلنا علشان نقعد فيه. ففي لحظة انتظارنا وساعتها كنت منخرط بكلامي مع مهند سمعت اصوات صراخ جاية من مكان قريب، وده أثار فضولي وفضول مهند اللي سكت فجأة وقاعد باصص فيا، وبعدين همس لي وقال لي يلا نتبع الصوت ونشوف ايه اللي بيحصل ده. وفعلا انطلقنا بسرعة لحد ما وصلنا لمكان الأصوات العالية ده، وكان من كتر الناس اللي هناك مش عارفين نشوف ايه اللي حصل بالظبط. دخل مهند وسط الناس ومشيت وراه علشان امنعه واقول له يلا بينا، لكن مرضيش يسمعني. كانت في خناقة بين اكتر من شخص وكل الناس متجمع حوالينهم واقفين يتفرجوا من غير ما واحد يتدخل او يحجز ما بينهم. يعني حاولت ادور عليه بينهم لكن اختفى فجأة لحد ما لمحته يحاول يتدخل ويبعد كل شخص عن التاني، لكن اللي شفته ان في واحد منهم شغال يضربه، واعتقد انه كان جاعل صاحبي واحد من اللي متخانق معاهم. وعشان المشكلة ما تكبرش اكتر حاولت قد ما اقدر اني اسحبه وابعده منهم ونمشي من هنا قبل ما تكبر المشكلة، لكن للاسف ما هانش علي اشوف صاحبي بيتضرب واقف كده زي الصنم. اعترف ان اللي عملته غلط، لكن ده اللي فكرت فيه وقتها. ما استوعبتش الموضوع لحد ما سمعت صوت الشرطة اللي وصلوا متأخر وحاولوا يفرقونا عن بعض، وانتهى الموضوع وقتها باعتقالي أنا وصديق مهند وباقي الشباب اللي كانوا موجودين في الخناقة. حاولت قد ما أقدر أشرح للضابط اللي حصل وإننا ما كانش لنا دعوة باللي حصل، وإننا حاولنا نفرق بينهم بعد ما شفنا الناس اللي واقفين حوالينهم ساكتين، ومنهم وصل بيه الحال إنه يرفع موبايله ويصور اللي بيحصل بكل برود، لكن ما كانش يجي منه أي تجاوب. وكل اللي عمله إنه أمر الشرطة باعتقالنا لمركز من مراكز التوقيف اللي قريبة من مكان الحادثة. طول الطريق كان الصمت متسيد الموقف، ومن كتر الآلام والضرب اللي أخدته ما كانش عندي القدرة إني أتكلم والتزمت الصمت. بعد ما وصلت الساعة تقريبا 12:30 بعد منتصف الليل، وكان المركز شبه خالي. قرر الضابط المناوب يدخلنا التوقيف لحد ما يجي المحقق اليوم الثاني ويحقق في اللي حصل، وأمر يحطنا أنا ومهند والبقية في زنزانات منفصلة معتقدين إننا حنرجع نتخانق مرة تانية. طول الليلة دي وأنا بفتكر الغرض من طلعتنا وكيف انتهت بشكل مأساوي، ومجرد فضول صغير قدر يخرب علينا الطلعة كلها ويبقى اليوم ده نقطة سودة في حياتي. كنت اعتقد ان ليلتي خلصت هنا وحنام لأول مرة في سجن، وبعدين اصحى ويحققوا معاي، وبعد ما افهمهم اللي حصل حيفرجوا عني بحكم انه مفيش اصابات بليغة لأي واحد فينا، وكل اللي حصل عبارة عن سوء تفاهم بسيط لحد ما غفيت من كمية الألم. لكن اتفتح باب الزنزانة الخارجي ودخل من خلالها شرطيين وبينهم شخص مقيد من رجليه
رجلينه وحتى يدينه. ولأول مرة أعيش الشعور الغريب ده وأشوف شخص مكبل بالكامل قدام عيوني. وبحجة امتلاء كل حجر السجن قرروا يحطوه معاي، لأن الزنزانة بتاعتي كانت الأقرب للباب الخارجي، وده هيسهل عليهم إنهم يراقبوا الشخص الغريب ده عن قرب. فتح واحد منهم باب الزنزانة بحذر شديد وأمروه يدخل. ابتدى يمشي بخطواته الثقيلة وصوت سلسلة الحديد يسطح في المكان لحد ما قعد على كرسي من الكراسي اللي قصادي. ما قدرتش أشيل عيني من عليه أو حتى أرمش. ولأول مرة ينتابني الشعور المرعب ده. كانت هيئته ملفتة، رجل أسمر البشرة أصلع الشعر، وعلى جبهته مباشرة مكتوب جملة ما قدرتش أقرأ محتواها بسبب إنه كان منزل راسه من لحظة ما دخل لحد ما قعد. هدومه كانت قديمة وريحته كانت جدا سيئة، وطول الوقت عجزت أشيل عيوني من عليه. كنت أحس بطاقة غريبة موجودة في المكان، وكأن الزنزانة الصغيرة اتملت فجأة وبقى فيها عدد كبير من الناس.